قاعدة مهمة جدا للسعادة والله العظيم، وممكن تعتبرها اختبار. يعني برضو جربها على نفسك كده وشوف هل انت انسان سعيد ولا لا قدر الله حاجة تانية. يعني من اهم قواعد السعادة في الدنيا والاختبار المهم اللي لازم تعملوه على نفسك وعلى اللي حواليكوا عشان تعرفوا انتوا سعداء ولا لا، هو ان اللي ما بيفرحش في الهايفة والصغيرة عمره ما بيفرح بأي حاجة كبيرة في حياته. بمعنى ايه؟ البني آدم السعيد زي ما اتفقنا، السعادة بتطلع من جوه لبره على فكرة، ملهاش علاقة بالظروف. يعني ولنا في أطفال غزة مثال في كل اللي هم فيه، شوفهم بيلعبوا بإيه وبيتبسطوا بإيه وبيضحكوا إزاي. حلو كده. ده مش هروب من الواقع على فكرة. الإنسان الجميل البسيط الطبيعي هتلاقيه بيفرح بحاجات تبان بسيطة وتبان تافهة، وممكن تلاقي الناس بتقول عليه ده عايش في اللالا لاند، دي دماغها في البلالة، ده عايش في بابل. لا خالص، هو على فكرة ده البني آدم الطبيعي اللي خلقه ربنا، بيتبسط بأبسط الأشياء. لأن لما بيتبسطش بأبسط الأشياء ده عمر ما حاجة في الدنيا هتبسطه. وهشرح لكم ازاي. في ناس مثلا تلاقيه ايه، وهو نازل الصبح مثلا شاف قطة صغيرة على السلم او شافت قطة صغيرة على السلم، يروح مصورها ومبسوط ويضحك ويتبسط. هو مش بيمثل، او البنت دي مش بتمثل، هي اتبسطت بالمنظر الحلو اللي شافته. بيبي في المواصلات ضحك لها، شرب فنجان القهوة اللي بيحبه، كل الساندوتش اللي بيحبه، نزل اتمشى في التراك في النادي، قابل حد ما شافوش بقاله فترة. طالما انت او انتي بتتبسط بالحاجات اللي تبان بسيطة وتبان تافهة جدا في الحياة، انت كده انسان طبيعي. وبالتالي هتتبسط في كل حاجة في حياتك. اما لو العكس، انت بقى شايف الناس دي تافهة وشايف الناس دي عبيطة، او انت الحاجات دي شايف ايه الانبساط في كده، يعني ايه المشكلة، شربت فنجان قهوة حلو يا المفروض اشربه وحش، اللي تلاقيه عامل كده تعرف ان ده انسان مكتئب. تعرف ان ده حتى لو جاله اغلى فلوس في الدنيا، خد اكبر مرتب في الدنيا، ركب اقوى عربية في الدنيا، حصلت له احسن حاجة في الدنيا، مش هيعرف يتبسط. فلما بيتبسطش بالحاجات البسيطة اللي تبان تافهة، عمر ما في حاجة هتبسطه في الدنيا. جربوا ده على نفسكم، شوفوا انتوا بتعملوا كده ولا لا، وعلى اللي حواليك عشان تفرزوا الناس تطلعوا الكئيب هاتوا على الشمال، والسعيد هاتوا على اليمين، لان السعادة معدية على فكرة. واكيد كل واحد فيكم جه في باله حد معين بيعمل كده، وسبحان الله تلاقي ده موجود. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال كده. هو انت ليه لما بتصحى الصبح اول دعاء بتقوله الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي واذن لي بذكره؟ الناس بتاخد ده حاجه فور جرانتد كده، حاجه حق مكتسب، ان انا لازم اصحى كل يوم. لا يا حبيبي، مش لازم تصحى كل يوم. صحتك كويسه وصاحي فايق ومفيش مشاكل في بيتك والحياه جميله، لا، دي حاجة تبان تافهة. لكن الناس اللي عارفة قيمة السعادة وعارفة قيمة النعم اللي ربنا مديها له، بيحمد ربنا انه صحي من النوم جميل، حياة حلوة بالنسبة له. النبي لما قال لك من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت ليلته، يعني متعشي ونايم في امان، محدش بيهددك وصحتك الحمد لله كويسة. دي تبان لبعض الناس دي حاجات طبيعية، يعني ما ايه العادي. لا يا حبيبي، ده انت كده حيزت لك الدنيا، انت كده اغنى اغنياء الكوكب. فطول ما انت ما بتقدرش النعم اللي تبان، لان نعم ربنا كلها عظيمة، الحاجات البسيطة دي ما بتبسطكش، انت كده عندك مشكلة ولازم تظبطها. والناس اللي تلاقوهم بيقدروا الحاجات دي اللي انتوا شايفينهم تافهين او مجانين او في اللالا لاند، ده هم دول الناس الطبيعيين اللي تصاحبوهم وتقعدوا معاهم، علشان ده يتملي سعادة. صباح السعادة.